والجواب الشفاء كل واحد إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون والمسلمات، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث طويل: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وما أعطي أحد عطاء
خيرا وأوسع من الصبر. عباد الله، إن هذا الحديث النبوي الشريف يبين أن أعظم خصلة وأعظم خلق ينعم الله به على عبده في هذه الدنيا هو خلق الصبر. فمن أعطاه الله عز وجل هذا الخلق ووهبه هذه الخصلة، خصلة الصبر، فقد أعطاه شيئا عظيما، لا سيما ونحن في زمن الصبر كما سماه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقد قال في الحديث: إن من ورائكم أيام الصبر، إن من ورائكم أيام الصبر، وهي هذه الأيام التي نحن فيها. فنحن بحق في أيام الصبر، ونحن محتاجون في هذا الظرف وفي هذه الظرفية الدقيقة إلى الصبر. وتعلمون حال المسلمين في أماكن متعددة من بقاع الأرض، وقد تكالبت عليهم الأعداء واجتمعت عليهم أعداء الإسلام ليجهزوا على إسلامهم ويقضوا عليه قبل أن يتنفس الصعداء. وهذا كله يحتاج من المسلمين إلى الصبر أكثر مما مضى من الأزمنة. ولقد شكى الصحابة رضوان الله عنهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شكوا له ما يلقونه من العذاب وما يجدونه من الإيلام من كفار قريش في بداية الدعوة الإسلامية. فقال صلى الله عليه وآله وسلم وهو يحثهم ويأمرهم بالصبر، قال: لقد كان من كان قبلكم يمشط ما دون لحمه وعظمه بأمشاط الحديد ما يرده ذلك عن دينه. لقد كان من كان قبلكم يمشط ما دون لحمه وعظمه بأمشاط الحديد ما يرده ذلك عن دينه، أي أنه يصبر ويتحمل ولا يتخلى عن دينه. فهذه سنة الله عز وجل في الصراع بين الحق والباطل، وسيبقى هذا الصراع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. سنة المدافعة بين الحق والباطل. ولأهمية هذا الخلق، خلق الصبر، ذكره الله عز وجل في كتابه في أكثر من 70 موضعا. والله عز وجل يذكر الصبر ويحث عليه ويثني على أصحابه، حتى إنه أمر به نبيه وخليله صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة. فقال عز وجل وهو يأمر النبي بالصبر، قال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل. وقال سبحانه: واصبر وما صبرك إلا بالله. وقال عز من قائل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال سبحانه وتعالى وهو يبين سنة الصبر عند الأنبياء والمرسلين: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. لا بد من الإيذاء ولا بد من الإيلام ولا بد من التحمل والصبر حتى يأتي أمر الله وشرع الله ودين الله عز وجل. فقال سبحانه وتعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وهكذا أوصانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الخلق الذي أوصاه به الله عز وجل قبل أن يوصينا نحن. ونجد الصحابة رضوان الله عنهم يوصون بهذه الوصية، وصية الصبر. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يقول: وجدنا خير عيشنا بالصبر، وجدنا خير عيشنا بالصبر. ويقول حسن البصري رحمه الله: وجدت الخير في صبر ساعة.
وجدت الخير في صبر ساعة. ويقول علي رضي الله عنه وأرضاه: ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا انقطع الرأس بار الجسد، أي فسد وذهبت قيمته. فإذا انقطع الرأس بار الجسد. ثم رفع صوته وقال: ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له. ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له. ويقول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: ما أنعم الله على عبد نعمة فانتزعها منه فعوضه مكانها الصبر إلا كان ما عوضه خيرا مما انتزعه. ما أنعم الله على عبد نعمة فانتزعها منه وأخذها منه ثم عوضه مكانها الصبر إلا كان ما عوضه، وهو الصبر، خيرا مما انتزعه. إلا كان ما عوضه خيرا مما انتزعه. والصبر عباد الله معناه الحبس والمنع. هذا عن فضيلة الصبر. أما معناه فهو الحبس والمنع في اللغة. وفي الشرع معنى الصبر هو حبس النفس على الطاعة ومنعها من المعصية، وحبسها ومنعها عن التشكي والتسخط والتبرم من البلاء الذي ينزل بالإنسان ومن الشدائد والمحن والمصائب التي تصيب الإنسان. هذا هو معنى الصبر في الشرع، هو حبس النفس على الطاعة وحبسها ومنعها من المعصية، ثم حبسها ومنعها عن التشكي والتسخط من البلاء والمصائب والمحن التي تنزل بالإنسان بقضاء الله وقدره. فهو إذن على ثلاثة أنواع. الصبر على ثلاثة أنواع من خلال هذا التعريف. هو إما صبر على الطاعة، وإما صبر عن المعصية، وإما صبر على البلاء والمحن التي تنزل بالإنسان بقضاء الله وقدره. فهو ثلاثة أنواع: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على القضاء والقدر الذي ينزل بالإنسان. وإنما انقسم الصبر إلى هذه الأنواع الثلاثة لأن مدار أحوال العبد على ثلاثة أحوال. إنما كان الصبر بهذه الأنواع الثلاثة لأن أحوال العبد لا تخرج عن ثلاثة أحوال. فالعبد إما مأمور بالطاعة فينبغي له أن يمتثلها ولا بد له من الصبر على ذلك حتى يمتثل، وإما منهي عن معصية فلا بد له أن يجتنبها ولا محالة لا بد له من الصبر حتى يجتنب، وإما مصاب ببلاء ومحن وشدائد تنزل به ولا بد له أن يوطن نفسه على الصبر حتى لا يشتكي وحتى لا يتسخط ويتبرم من قضاء الله وقدره. لهذا كان الصبر ثلاثة أنواع، لأن العبد لا يخرج عن هذه الأحوال الثلاثة. فنحن إما مأمورون بالطاعة التي ينبغي أن نمتثلها ولا بد أن نصبر حتى نمتثل، وإما منهيون عن المعصية التي ينبغي أن نجتنبها ولا بد أن نصبر حتى نجتنب، وإما مصابون بشدائد ومحن وبلايا تنزل بنا ولا بد أن نصبر حتى نوطن أنفسنا على عدم التشكي والتسخط من قضاء الله وقدره. ولهذا لما أوصى لقمان ابنه وهو يعظه ويوصيه قال له فيما أوصاه به، قال له: يا بني أقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فأمره بثلاثة أشياء. قال له:
أقم الصلاة وامر بالمعروف. ولا شك أن الصلاة من المعروف الذي ينبغي أن يمتثله الإنسان، وهذا أمر له بالطاعة. أقم الصلاة وامر بالمعروف، ولا بد لمن يأمر بالمعروف أن يكون هو أولا ممتثلا لهذا المعروف حتى يسمع منه ويقبل منه. ثم قال وانهى عن المنكر، وفي هذا نهي له لابنه عن أن يفعل المنكر قبل أن ينهى غيره عن المنكر، فهو ينهاه بالضرورة عن المنكر ولا بد له أن يصبر. ثم قال في آخر المطاف بعد أن أمره بأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر قال واصبر على ما أصابك. واصبر على ما أصابك من جراء أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر، وكأنه يبين له سنة الله في خلقه وفي الناس الذين يدعون إلى المعروف وينهون عن المنكر. كأن لقمان يوطن نفسه ويوصيه ويقول له إن أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر لا محالة سيعرضك للبلاء وللمحن والشدائد، فاصبر على ما أصابك. واصبر على ما أصابك من جراء أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر. هذه أنواع الصبر إذن، فهو صبر على الطاعة وصبر عن المعصية وصبر على القضاء والقدر الذي ينزل بالإنسان. النوع الأول وهو الصبر على الطاعة. الصبر على الطاعة يحتاج إليه الإنسان في 3 مواطن وفي 3 أحوال. الصبر على الطاعة، الذي يريد أن يطيع ربه ويمتثل أمره لا بد له أن يصبر في 3 مواطن. الموطن الأول الذي نحتاج فيه إلى الصبر على الطاعة هو الصبر قبل الطاعة، قبل فعل الطاعة. ونحن في شهر الطاعة، شهر الخيرات وشهر المسابقة إلى الخيرات، شهر رمضان، شهر الصبر. نحن في مدرسة الصبر التي تعودنا الصبر على الطاعة والصبر عن المنكر والمعاصي. ولا بد لنا أن نخرج من هذه المدرسة، مدرسة رمضان، مدرسة الصبر. في آخر رمضان لا بد لنا أن نستفيد هذا الدرس وهو تعلم الصبر. فإذا خرج رمضان كنا قد استفدنا هذا الدرس وهو الصبر. الصبر على الطاعة قلت نحتاج إليه في 3 مواطن. الموطن الأول قبل الطاعة، قبل أن تطيع ربك لا بد أن تصبر حتى تطيع. تصبر لإخلاص النية لله وعقد العزم على الطاعة وعدم التردد في فعل الطاعة، لأنك ستجد هواجس ووساوس تريد أن تحول بينك وبين طاعة الله، وهذا كله يحتاج منك إلى أن تصبر حتى تطيع. فالطاعة ليست بالشيء الهين وليست بالشيء اليسير، تحتاج منا طاعة الله إلى أن نصبر ونصحح النية ونخلص النية قبل فعل الطاعة، أن نخلص النية لله وأن نعقد العزم على أن نفعل هذه الطاعة مهما كلفنا ذلك. ولهذا نلاحظ القرآن الكريم في آياته يذكر الصبر قبل الطاعة. هناك بعض الآيات تقرن الصبر مع الطاعة ونجدها تقدم الصبر على الطاعة، ليدلنا ذلك على أنه لا بد أن نصبر حتى نطيع. ولهذا يقول الله عز وجل في محكم كتابه واستعينوا بالصبر والصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة، كأنك تحتاج إلى الصبر حتى تطيع الله وتصلي. ولهذا قدم الصبر على الصلاة، فالذي لا يصبر لا يصلي. لا بد أن تصبر حتى تصلي، ولا بد أن تصبر حتى تحافظ على الصلاة في وقتها، ولا بد أن تصبر حتى تستيقظ لصلاة الفجر. وهكذا جميع الطاعات لا بد لها من الصبر. ويقول عز وجل في آية أخرى إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، قدم الصبر على عمل الصالحات، كأنه يقول لنا ويرشدنا إلى أنه لا بد أن نصبر حتى نعمل الصالحات.
لا بد للمسلم أن يصبر ويصابر ويقاوم النفس وشهوات النفس ونزغاتها ووساوس الشيطان ورفقاء السوء. لا بد أن يقاوم ذلك كله ويصبر عليه حتى يطيع الله عز وجل. هذا هو الموطن الأول الذي نحتاج فيه إلى الصبر، الصبر قبل الطاعة. ثم هناك الصبر أثناء الطاعة. الموطن الثاني الذي نحتاج فيه إلى الصبر على الطاعة هو الصبر أثناء الطاعة وحال الطاعة. إذا شرعت في الطاعة فاصبر نفسك على هذه الطاعة، كما قال الله عز وجل لنبيه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي وأنت معهم تريد طاعة ربك، اصبر نفسك معهم. في خضم الطاعة لا بد أن تصبر نفسك على هذه الطاعة، ولا بد أن تقاوم الأشياء التي تريد أن ترجعك عن الطاعة وتحجزك عن الطاعة، ولا بد أن تصبر حتى تستصحب دوام وتستديم صلاح النية التي كنت قد عقدتها قبل أن تطيع. فكل هذا تحتاج إليه في الطاعة، ولا بد أن تصبر حتى لا يتحول عملك أثناء الطاعة إلى رياء وإلى سمعة وإلى عجب. كل هذا يكون أثناء الطاعة، ولا بد أن تصبر أثناء الطاعة حتى لا تغفل عن الله ولا تنظر إلى غير الله عز وجل. هذا هو الموطن الثاني الذي نحتاج فيه إلى الصبر على الطاعة. ثم هناك الصبر بعد الطاعة. الموطن الثالث الذي نحتاج فيه إلى الصبر على الطاعة هو بعد الطاعة. بعد أن تفعل الطاعة وتكملها وتنتهي منها تحتاج بعد ذلك إلى الصبر. ما هو هذا الصبر الذي تحتاج إليه بعد الطاعة؟ إنه الصبر على كتمان العمل وإخفاء العمل وعدم إظهاره للناس. كثير من الناس يصبر فيطيع الله ويصبر أثناء الطاعة، ولكن بعد أن يطيع الله عز وجل لا يصبر على إخفاء العمل، لا يهدأ له بال حتى يظهر هذا العمل ويبديه للناس ويتظاهر به. لا، كان الصحابة رضوان الله عنهم أخوف ما يخافون من إفشاء العمل، وكان أحدهم يفعل المستحيل لئلا يظهر عمله ولئلا يبدي عمله ولا يظهره للناس. فإذا نحن أطعنا ربنا فينبغي أن نصبر ولا نظهر الطاعة. إذا استطعت أن لا يعلم أحد من الخلق بالطاعة فافعل ذلك. إذا استطاع المسلم أن يخفي طاعته ولا يظهرها لأحد من الخلق إلا الله فليفعل ذلك، لأن ذلك أدعى إلى القبول وأدعى إلى الإخلاص وأدعى إلى صلاح القلب. إظهار العمل للناس قد يبطل العمل، قد تفعل العمل وتخلصه لله، ولكن بعد أن تفعله إذا أظهرته للناس وقصدت به رياء الناس ومدح الناس وثناء الناس قد يبطل العمل. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. هذه طاعة الصدقة، والله عز وجل يأمرنا بأن لا نبطلها بالمن، أن يتصدق الإنسان أو يفعل أي طاعة ثم يمنها، يبدأ يمنها على الناس ويقول فعلت كذا وكذا. هذا يبطل العمل وكأنه لم يعد له شيء. وهذا من حسرة الإنسان أن يتعب الإنسان نفسه ويجهد نفسه في العمل ثم في الأخير لا يجد شيئا من هذا العمل، لا لشيء إلا لأنه لم يصبر على إخفائه ولم يصبر على كتم العمل وعدم إظهاره، لم يصبر على نوازع النفس التي تدعو إلى إظهار العمل. النفس بطبعها تحب الثناء، والنفس بطبعها تحب مدح الناس، ولكن المؤمن يصبر فيلجم نفسه لجام الإخفاء وعدم الظهور، فلا يظهر العمل إلا لله عز وجل. إذا استطعت أن لا يعلم أحد بعملك إلا الله فافعل، فذلك أدعى إلى قبول العمل وأدعى إلى صلاح القلب.
ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يلهمنا السداد والصواب والرشاد في القول والعمل والنية والهدى إنه سميع مجيب قريب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Lige starte med at sige, at vi skulle rykke ligesom frem og slå vores brødre bagved, som mangler plads. Dagens rundvar omhandler omhandler en meget smukt emne. Men det er ikke kun smukt, men det er også essentielt, når man er som muslim. En af de større lærere har beskrevet det i at tålmodighed at være udholdende. Har beskrevet tålmodighed og at være udholdende i sin tro, sit liv. Han har beskrevet det som et krop, der har en hoved og resten. Altså, hvis man fjerner hovedet, hvad er der så tilbage? Så styrter det hele sammen og kollapser resten af kroppen. Sådan er sådan er tålmodighed og er udholdende i sin tro. Så det er ret vigtigt. Kære brødre, kort før spurgte vi Allah om muligheden for at opnå Ramadan. Nu er vi midt i det. Vi har taget hul på det. Så vi spørger Allah, vi beder Allah om styrke, og om at gøre os i stand til at faste efter bedste evne, inshallah. Vi er med også med at faste, at kravle op i en iman-sti. Forestil os, at en iman, det er jo ligesom en sti, en meget høj sti. Jo mere man kommer til der for Allah, så det koster. Det har også sin pris at kravle op i stigen. Ramadan er også en af de fine, en høj placering i en iman. Men det er jo ikke alle, det er jo ikke hvem som helst, der får lov at nå den trin. Det kræver, det har sin pris. Og et af de uundværlige værktøjer og redskaber til at opnå den her trin i en iman. Ikke en eneste skal få lov at nå det op til, hvis man ikke har de basale værktøjer i tålmodighed. At være udholdende. Opfordringen til at være tålmodig og udholdende blev nævnt mere end 70 gange i Al-Quran Karim. I surat 46, jeg plukker bare per ayah, vers 3, siger Allah subhanahu wa ta'ala, det der svarer til, og Allah taler til profeten Muhammed, så hold ud, ligesom de viljestærke udsendinge har holdt ud. Vi skal have dem som forbillede. De har holdt ud. Det skal vi også gøre. I surah 18, vers 28, siger Allah subhanahu wa ta'ala igen, de der svarer til, hold ud sammen med hvem? Med dem, der kalder på Allah morgen og aften. Dem skal vi holde sammen med. Vi skal knytte os til dem. Vi skal have dem som venner. Ikke dem som helst. Man skal være nøje med at vælge sin makker, sin ven. Det er den person, der kalder til Allah subhanahu wa ta'ala morgen og aften. Har Allah i baggrunden hele tiden. Så nogen vi vil godt have som venner. Profeten, sallallahu alaihi wasallam, siger i en hadith, tålmodighed er det mest værdifulde gave, man kan give til en person. Det er den smukkeste, den bedste gave. Hvis du bliver tildelt titlen tålmodighed, så er du blandt de bedste. Overordnet set er tålmodighed en generel forhindring i at gøre et eller andet. Men islamisk set,
så har den en mere detaljeret, mere specifik definition. 1. At forhindre sig selv i at begå synder, at dhunub, at maasi. Man skal gøre en stopper for sig selv. Forhindre sig selv. Ligesom en slags kamp, en indendørs kamp, ind af sig selv. Den anden halvfløj siger, gør det, den anden siger, nej, hvem sejrer, hvem vinder. Lad være med at vise utilfredshed over det, Allah har forudbestemt. Typisk sygdom. Man kommer fra hospitalet og begynder at snakke. Ja, der er en på intensiv afdeling, eller det, eller der, der bliver taget blodprøve. Hvem snakker du? Hvem klager du over? Glem det. Det er stille. Glem det for dig selv. Lad være med at sige det. Vær udholdende. Allah har valgt, at du skal have den her omgang. Alhamdulillah. At forpligte sig til en konstant og varig tilbedelsesform. Værn om det. Er man heldig til at udføre en god handling, en god ibadah, en god tilbedelse, så hold fast i den. Slip den ikke. Værn om den. Stimuler den. Og gør klar for at blive bedre til det. Og gør det til en livsvane. Vores respekterede lært har delt tålmodighed over 3 kategorier. 1. Tålmodighed over tilbedelser. Man skal være tålmodig, udholdende, når man udfører den her gerning. Det er ikke nemt at tvinge sig selv til en god gerning. Stå op til tiden og lave sig ret for sig. Ikke kun i Ramadan, men gerne også efter. Ja, tvinge sig selv. Vi har alhamdulillah masser af redskaber, telefoner, ure. Det er bare dårlige undskyldninger, at man ikke holder bøn til tid. Giv sadaqa. Bidrag med alt det, der er godt, og til gavn for fællesskab. Vi, mashallah, en stor samfund i den. Lille samfund, hvad vi kan kalde det. Og hvem er altså det bedste af os? Det er dem, der bidrager til fællesskab. Til gavn for os alle sammen. Her i Bashik og uden for os i samfundet. Derfor at vi skal give mere plads, hvis jeg kommer på. Ja, vi er flere i dag. Så bidrag til et godt formål. Men de kommer ikke af sig selv. Man skal tvinge sig selv igen og være udholdende. Nummer 2. Tålmodighed over at ikke udføre synder. Det er ellers fristen. Meget fristen mindre. Man skal lære sig selv. Og lære at sige til sig selv, nej, så er nej. Når behov for de forfejlede og forkerte lyster vinder sig. Og det er der mange af i vores samfund. Vores hjem, internet. Det er jo lige meget, hvor du er hen, så bliver man bombarderet med det forskammelige, og det der er trist at få øje på eller gøre. Tålmodighed over det, man bliver ramt af i sit liv, som er tilmålt og forudbestemt af Allah subhanahu wa ta'ala, kan vi være inde på. Og det kan være privat, altså ens liv, sygdom, dødsfald, ting og sager, mangel af sådan lidt forløbende økonomi og alt muligt. Man skal ikke sove. Man skal gøre sin pligt. Man skal gøre sig umage for at komme videre. Det er jo så på privat niveau. Man kan også blive ramt. Med nogle større sager. Og hvis man ikke har tålmodighed, så tager man. Sahaba, tidligere generationer, her er det bedste, og har præsterer det bedste eksempler inden for tålmodighed og udholdenhed. Og de lykkedes med at sejre til sidst. I dag, vores daglige dag, vores smukt og demokratisk verden i dag, nogen sørger for, eller vil også ind, at de vil eksportere sig demokrati, som de ikke selv ejer, og slå
uskyldige mennesker ihjel. Men uden tålmodighed, uden udholdenhed, kan det ikke lykkes. Hold på kursen. I sura 31, vers 17. For med der Luqman, Nabi Luqman, sin søn, min søn, hold bønnen, forbyde det rette, og forbyde det forkastelige, vær tålmodige. Det, der rammer dig, det er utrygge. Det er utrygge for beslutsomhed. Og det er fordi, vi lever i det skønne og hele dag. Tålmodighedsmåden, Qur'ans måden, som bliver betragtet fra start til slut som en mellemstation, træningslejr til det bedre niveau af tilbedelser. Vi vil lige fokusere lidt smule på tålmodighed. Tålmodighed over tilbedelser. Det er tilbedelsesmåden. Vi skal have tålmodighed for at det bliver en succes, inshallah, det her Ramadan 2013. Vi skal have tålmodighed, og er der tålmodighed. Tålmodighed bliver altid omfattet af 3 karakteristiske punkter. 1. Tålmodighed inden begyndelsen af handling. Inden Ramadan begynder. Hvad har vi gjort også af intentioner? Hvad har vi forestillet os, at den her Ramadan skal gennemføres? Har vi gjort også nogle tanker? Oprettelsen af den ren og god intention skal der til. Det er jo inden man påbegynder. Inden jeg vil give sadaqa til det beløbet. Inden jeg vil bidrage med en time. Inden jeg vil gøre rent der eller udenfor eller et sted. Hvorfor gør jeg det? Den gode intention. Kæmpe dovenskab og erstatte det med bedre tilstedeværelse og tilstand. I sura 2, vers 45 siger Allah, søg hjælp i udholdenhed og bønnen. Så det er udholdenhed. Tålmodighed kommer først, så kan man lave salat, så kan man lave bønnen. Og det gælder alt. Det er den gode tålmodighed, som starter som normalt altid. 2. Tålmodighed under udførelsen af handling, hvis man er i det. Under den gode handling, under den gode tilbedelse, så skal man have tålmodighed. Sørg for at udføre tilbedelse korrekt. Det er jo, hvis man er i det. Er man i tvivl, spørg sig til råds. Læs lidt mere om det. Slip aldrig din oprindelige intention. Husk, tilstedeværelse er både hjernen og hjertet under tilbedelsen. 3. Tålmodighed efter en udførelse af handling. Når Ramadan er overstået, når jeg har givet en bidrag, og jeg har lavet salat, og gælder alt efter, så skal jeg værne, så skal jeg have tålmodighed. Hvordan? At man skal skjule det. Man skal skjule det som overhovedet muligt, hvis det kan sig gøre. Skjule sine gode tilbedelser. Skjule det. Lad være med at prale. Jeg har gjort det, jeg har gjort det. Jamen ser du det til. Vil du have en skoleklapper af mig eller af din ven? Belønning hos Allah subhanahu wa ta'ala. Ikke hos menneskerne. Ødelæg ikke det, du nu lige har bygget. Du har bygget et flot værk. Lad være med at ødelægge det. Ved at begå nye synder igen og vende tilbage til de gamle og dårlige vaner. Så ligesom man har gjort noget som helst. Og derfor, jo efter enden, skal man så værne lige på en gang. Jeg vil slutte med en opsummering af en lille historie, hvor en oldesøn af Imam Ali radiyallahu anhu. Han har haft en god vane. Hvad gjorde han? I morgengrød. I sky af alle mennesker. Ingen har set ham. Han sørger for, at ingen får øje på ham. Han går med en lille indkøbspose eller taske og stiller det over for nogle enkelte færdige mennesker foran deres hoveddør.
her, der. Så må jeg hjem igen. De står på ret lang tid. Men en formiddag, så vi mennesker, som plejer at tage imod det der lille indkøbstaske, har savnet den. Den er der ikke. Hvad skete der så? Samtidig har de fået at vide, at der er dødsfald. En laver så også en genese efter personen. Hvem var det? Det var ham, der var herovre. Han har ikke sagt det. På det tidspunkt, så vidste de, at det var ham, der plejer at gøre det. Så opsummeringen, Ramadan måneden, kære brødre og søstre, giver anledning til forfriskning, fornyelse af kursen i vores lang vandringstur imod den, mod andre spændende årsager. På et tidspunkt, så havner vi alle sammen der. Skift kursen, forny den, forfriske den. Den giver også mulighed, Ramadan måneden her. Den giver indebærer mål, men til at erhverve sig titlen, den tålmodige, den udholdende. Det er jo ikke hvem som helst, der kan prale og sige, at jeg er tålmodig, jeg er udholdende. Og ikke nok med det, man skal beholde titlen og passe godt på den. Det må være Assalamu alaikum. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد بن عبد الله أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد عباد الله